الإيمان اللي هيوصلني السما ولا الأعمال؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الأول إيه المقصود بالإيمان. الإيمان هنا مش معناه إني عارف إن ربنا موجود. الكتاب المقدس بيقول والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. الإيمان هنا هو الإيمان الحقيقي، الإيمان اللي مبني على الثقة ومعرفة حقيقية بربنا، الإيمان العامل اللي ثمره الأعمال الصالحة. لو قرينا رسائل بولس الرسول هنلاحظ إنه دايما بيأكد على إن التبرير بالإيمان مش بالأعمال. ولو قرينا رسالة يعقوب الرسول هنلاقيه بيأكد على أهمية الأعمال وبيقول إن إيمان بدون أعمال ميت. هل كلامهم عكس بعض؟ في الحقيقة مفيش أي تضاد بينهم، هما الاتنين بيتكلموا على نفس النقطة بس من زاوية مختلفة. يعني بولس الرسول لما بيتكلم عن الإيمان هو قصده الإيمان العامل اللي بالطبيعي هيثمر أعمال صالحة نتيجة الإيمان الحقيقي والعلاقة الحية مع ربنا، مش مجرد تصرفات كويسة أنا بعملها علشان أرضي ضميري أو عشان أظهر قدام الناس إن أنا كويس أو يكون عندي رصيد يدخلني السما. في الناحية التانية يعقوب الرسول بيتكلم على الأعمال على إنها الثمر اللي بيجي من الإيمان الحقيقي. يعني برضو يعقوب الرسول بيتكلم على أهمية الإيمان بس بطريقة غير مباشرة. زي مثلا لو اتكلمنا على شجرة فاكهة، الشجرة دي لو جذورها سليمة أكيد ثمارها هتكون كويسة، لكن لو الجذور مريضة وضعيفة أكيد ثمارها هتبقى بايظة أو مفيش ثمر خالص. الجذور هي الإيمان والثمار هي الأعمال. خلي بالك إن دخولنا السما مرتبط بإيماننا إن يسوع المسيح هو الله، اتجسد ومات على الصليب وقام من الأموات عشان يغفر لنا خطايانا. لو أنا فاكر إن الأعمال هي اللي هتدخلني السما يبقى كأني بقول له إن أعمالي هي سبب دخول السما. الفضل كله بيرجع ليسوع المسيح اللي ليه كل المجد، اللي فدى البشرية بدمه واداني الغفران المجاني وفتح لي باب السما. الكتاب المقدس بيقول بالنعمة أنتم مخلصون. اللي هيآمن بيه إيمان حقيقي ويكون له عشرة حقيقية معاه واختار إنه يعيش معاه على الأرض، أكيد يسوع المسيح هيختاره يعيش معاه في السماء. يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك. لو عاوز تتعرف عليه تعالى واشترك في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.